ما صارتش مناوشات ومواجهات مع قوات الامن؟ صارت بالطبيعه، صارت العديد من المرات. بعض الامنيين ارتبكوا ولا شنو صار، اول ما شافوا العدد الغفير وكان واحد ضربوهم بالغاز. احنا نحتاجوا باش نعونا الغاز، زادونا مسيلات الدموع معناها، فهمت؟ لي رونفور اللي جو تعزيزات. التعزيزات هي ساهمت في نشر الاحتقان في الجهه. معناها انت كي تجيب لي 200 ولا 300 كرهبه في النوار والاضواء تشعل وتبدا تدور من بلاصه، انت بالعكس تزيد ستريسي تقول ايش فما، فهمت؟ التعزيزات هذه للاسف ونقولوها بصراحه معناها اعتدت على برشا من الشباب، يمكن سموها بالدارجه بوها على خوه هز. فما ايقافات ما زالت تصير؟ ايقافات اخرها صارت، ولكن حسب علمي انه معناها صرحوا كل الشباب اللي معناها لم تثبت عليه حتى شيء، معناها على الشد فيه. فما تعذيب صار لبعض؟ يا اخي من غير ما نذكر الاسماء، عندنا صديقنا وحمد لله على سلامته، ورئيس الجمهوريه تكفل به بعد ما فقد العين متاع السيد، مروح بالفيسبا يسكن في الشط، يدور امني يضربه بالبومبا غاز في عينه، تنحت. صديقنا معز ارتيست اخر هذا جون ارتيست بالساكادو متاعه بالماتريال متاع الصون والدنيا، مروح بالموتور متاعه، تجري الباقه وتضربه. وخرجت وقتها إشاعة أنه مات وما حبناش نهبطوا شيء، لأنه وقتها الوضع محتقن والحمد لله هو وضع البلاد ما يستحملش. ورغم أنه قصروا معاه الدولة، ولكن نحن كشباب جابس اللي يمس أي واحد فينا وعمل العملية والحمد لله بنجاح، رغم أنه دونسير مسكين خسر رجليه، معناها ركب الحديد في رجليه. خسرنا برشا شباب. واللي تكفل به رئيس الجمهورية أو مؤسسة رئاسة الجمهورية وينه الآن؟ هو توا الحمد لله باقي يقوم، خاطر العين لازمها مجموعة من العمليات مش عملية واحدة، معناها الحقيقة تقنيا ما ندخلش برشا خاطر ما عنديش الفكرة، ولكن حسب ما فهمنا أنه باقي يتعالج على مدى طويل وإن شاء الله ربي يشفيه. الوليد في أول العشرينات معناها يربط في الفيسبا هو في القانون ما تضربش الغاز في الوجوه، معناها صاروا برشا الحقيقة تجاوزات. أما الحاجة المخطرة زادة أني هبطها، معناها الأيامات الفارطة قاموا بحجز هواتف بعض النساء اللي يسكنوا قدام المدارس اللي يصورونا في حالات الاختناق. علاش؟ شنو البريتكست؟ ما تعرفش. يستدعوهم تمشي للمنطقة، هاتك التليفون، تدخل واتساب، يلقوا مثلا مرأة كبيرة في العمر تتصور لي بخاطر تعرفني نهبط. علاش تبعت الفراس؟ يعني فما محاولة لحجب الصورة، لحجب الحقيقة، لأن السردية الإعلامية وخاصة الإلكترونية نجحت في جابس، وربحنا الناس اللي تشكك وإلا تكذب في كلامنا. لا ربحتوا تعاطف شعبي واضح معناها، وهذا حقنا في بالي، والشعب هو نفسنا معناها. في الآخر تونس راي صغيرة، فشافوا أن ربما هذاك التصاور متاع الاختناقات معناها سيارة الإسعاف تمشي من غير صوت، التلامذات مساكن ساعات ما يهزهمش، وزيد يفكوا التليفونات متاع العائلات متاعهم باش ما نهبطوش في الانترنت. لهني تطرح برشا نقاط استفهام. هذا احنا واصلا جمهور زاد حتى جماهير الجابسيه كي مشوا في تنقلات لابسين جابس تستغيث نحول المراول. شكون بوليسيه؟ بالطبيعه. ورغم أن ديما نقولوا يا ناس راي المقاربة الأمنية خاطئة، مشت راي الدنيا تطورت اتصاليا، راو الشباب متاع تو ما عادش تمشي معاه اللغة متاع ايجا منا وكف، ما عادش راو لن تنطلي على الجيل هذايا راو صحيح. نحكي لك حاجة صارت توا الخامسة صباحا في سيدي بولبابة، صديقي هذا مقرب لي السيد عاقل، خلعوا دارهم، نحكي هذه فرقة الجرجاني ولا شنو، خلعوا الدار متاعهم هبطوا له من تونس. هم ديجا في جابس مستقرين، بقوا 15 يوم بحذانا اي نحكوا على المئات متاع السيارات هذه بقوا في جابس. لا سي بون معناها غادي الركشه في صدموا على الدار في عائلته، دخلوا له خرجوا من بيته، قالوا له انت فلان بن فلان، شوف فك الضغط والرعب اللي عاشت العائله، انت فلان بن فلان، قال لهم لا خلوه قدام الدار ومشوا. معناها قمه معناها قمه الظلم. اي والدباب اللي تخلع والعائله اللي تفجعت والولاد معناها راهو اللي صاروا الايامات هذيك. هذاك علاش وقتها قلنا راهو المقاربه الامنيه هي اللي تساهم في تاجيج الوضع. احنا تو باقيين نتحركوا فرادى. ايش معناها فرادى؟ باقيين نتحركوا بشكل فردي، نتواصلوا مع بعضنا معناها في قهوه عاديه شعبيه عامه مع الناس، وهذيك حياتنا هي في الاصل، فهمت معناها. باقيين ولا خاطر خايفين تتعدى لكم تآمر؟ والله يا خويا ولا الامانه راهو ما تدريش معناها، فهمت. تحس تو ولا مش الباري معناها، بالعكس ما عادش المتهم بريء حتى تثبت البريء متهم تو ولا حتى تثبت براءته، فهمت. ولا انا صحيح خايفين. هو الحقيقه واللي عمل لي يخلص وكان ما عملش تو راهو يعطيك الصحه. هذا هو تو الحمد لله معناها، ربي بقي علينا الستر. يمكن معناها عارفين هم احنا شكون، لان كان مثلا السلطات تعرف في راس الناصفي ولا اكس ولا يجريج معناها وراه حاجه ولا يعمل في حاجه، راهو قاموا بأمر